كل التحية للمغرب، وحزين جدا على مستوى المنتخب المصري بصراحة، لأنه فريق سيء، منتخب سيء. صدقوني لما أشاهد مثل هذه الصور نغير، يعني والله لا حسد، ما نحسدش، لكن نغير. هذا يملك المغرب الشقيق مقارنة بالجزائر كبلد باش يكون عندهم مثل هذه الأمور. النجاحات اللي قاعد يحقق فيها المنتخب المغربي على كل المستويات، وخاصة المنتخب المغربي ينطلق بحظوظ كبرى لكأس افريقيا 2025 اللي ينظمها هو، نظم عنده يعني انه تقريبا المرشح الابرز حسب رايك. انا اعتبر انه هو المرشح الاول بكل صراحه، في الاستقرار في العمل، في التواصل، في كل مره موهبه جديده تدخل منتخب المغرب تزيد دعمه، في كم اللاعبين اللي عندهم مستوى عالي في المنافسه الدوليه، في الانتليجنس دو لونترونور راجل اللي قاعد يعرف كيفاش يستغل في الطاقات هذه ويوظفها. الحقيقه توا سنوات المنتخب المغربي نجم نقولوا توا وصل للبيك، والمنتخب المغربي اذا توا ما يسكب دافريك معناتها باللعيبه اللي عنده، بالناس اللي تلعب برا في اللو نيفو، بالاحترافيه اللي ولات عندهم، بالانفراستركتور نتاعهم، بالاداره القويه اللي الناس وراهم، فما خدمه كبيره قاعده صايره، فما تطور كبير في المجالات الكل الحقيقه. والمغرب يعني مريد توا بعد شفنا في كاس العالم التالق نتاعها، اليوم باش تخمم في كوب دافريك ماهيش حاجه مستحيله، مش حاجه صعيبه لابورتي بالنسبه للمغرب، خاطر سيتان كاليبر ولا في الافريق. ما كي تشوف الفريق، تشوف المروك الناس هربت، احنا توا ان شاء الله ناخذوا على الاقل، تحب لنا برشا وقت، ما يلفوا على الاقل كومونسي، يلزم من البدايه باش نوصلوا نحققوا الشيء اللي قاعد سينو باش يزيدوا يهربوا بينا اكثر واكثر. المغرب كيف المغرب هزت كادي وجونيور وفيناليست بنات، وانا نستخدموا عندهم الرياضه غادي ايبانوي، والانفراستركتور موجوده وكل شيء موجود. هذيك سياسه نتاع الدوله، ومعناها حطوا على الرياضه، والفلوس موجوده والامكانيات موجوده، وزاد الصرامه موجوده، وما فماش بوس خوك، والناس الكل معناها لي كومبيتون يخدموا، وهيك علاش نجحوا، واللي يغلط يتحاسب. هذاك علاش الناس هربت. الواقعيه تاع المنتخب المغربي، شوف المنظومه تاع المنتخب المغربي هو الثبات على نفس المستوى. الثبات على نفس المستوى لازم تكون القاعده تاعك مبنيه على اسس صحيحه، على مستوى، على منظومه متطوره ومنظومه ثابته. المنتخب المغربي اللي هو منتخب عالمي هكا ولا ساعات توافقني انه منتخب عالمي. منتخب المغرب راهو منتخب المغرب كي يقولوا منتخب المغرب لاعبيه من مستوى اخر، معناها نظرا لقيمه اللاعبين وقيمه المنتخب وقيمه المدرب المغربي اللي قاعد يتعامل معهم، معناها هو موجود في اطار عالمي. المنتخب المغربي يسير الى مونديال الولايات المتحده الامريكيه كاول منتخب افريقي. هذا ما يؤكد ان الرياضه المغربيه وكره القدم المغربيه يسيران في الطريق الصحيح. صحيح صاحبي، أول منتخب إفريقي يترشح رسميا لنهائيات كأس العالم أمريكا 26 هو المنتخب المغربي. اللي يخدم يلقى صاحبي، هذه الحقيقة. المنتخب المغربي صاحبي هذا ثالث مونديال على التوالي يكون متواجد، 2018 2022 و2026. المنتخب المغربي قاعد يحقق في إنجازات كبيرة، أول فريق إفريقي وعربي يوصل للنصف النهائي نتاع كأس العالم، إنجاز كبير، ولا انجاز مع قيمه الملاعبيه. عندهم لاعبيه من طراز عالمي، معناتها ملاعبيه يلعبوا في الريال مدريد والبي اس جي معناتها والبايرن والميلان. منتخب كبير. المدرب الركراكي بصراحه يتحسب على الوضعيه اللي هو فيها. تصور صاحبي عنده ما يقارب 32 ملاعب دولي بريسك في نفس المستوى، معناتها شوف باش يختار منهم، شوف ديجا اختيارات صعيبه. المنتخب المغربي صاحبي كبرى راهو لا ولا من العشرة الاوائل. المنتخب المغربي منتخب افريقي بمواصفات عالميه، منتخب كبير. نستخدم رئيس الجامعه السيد فوزي لقجع، القاعد توا يجني في الثمار تاع العمل نتاعو على جميع المستويات رياضيا وماديا. بصراحة ناس قاعدة تخدم، ناس قاعدة، نجاح ما جاش هكاك من فراغ. نتذكر كنا المغرب 10 سنين التالي كان على مستوى النتائج. المنتخب شفنا لقجع، فوزي لقجع منين جاء؟ فوزي لقجع جاء من نهضة بركان. نهضة بركان تشوفوا كان فريق مغمور ولا فريق افريقي معروف يقرا له 1000 حساب. المنتخب معناتها النجاحات
بدات على مستوى فريق ومن بعد مشيت للمنتخب. شفنا النجاحات هذه ما جاتش هكاك راهو صاحبي، النجاحات جات على خاطر فما ثقه ما بين السلطه في المغرب وما بين رئيس الاتحاد نتاع المغرب، فما تكامل، فما حريه وفما نتائج، لانه تعطيني الحريه وتعطيني الامكانيات انا النتائج باش تجي، والنتائج جات. شفنا نتائج مشرفه جدا على جميع المستويات، مش حتى في كره قدم بركه. دونك هنا من نجمو صاحبي كان نهنيو اشقائنا في المغرب، ان شاء الله تونس تخلط والجزائر وكل المنتخبات العربيه تكون متواجده في المونديال، وبالتوفيق للاشقاء المغاربه في تحضير لكاس العالم. ما تنساش اللي عندهم تنظيم كاس افريقيا للامم في ديسمبر، زاد كيف تحضيرات كبيره قاعده تتحضر، والمنتخب المغربي قاعد هو بيدو زاد كيما الفرق الاخرين يجهز في روحه. عندما توفرت الاراده المستحيل اصبح ليس مغربيا، والامكانيات اراده وراها الامكانيات. لا اسمعني، شو تنجم تكون عندك اراده والامكانيات ما فماش. قبل احنا تونس ما كانش عندنا برشا امكانيات، ما كان عندنا برشا ملاعبيه. نتذكروا مليح الفترة الذهبية السبعينيات والثمانينيات وين المنتخب التونسي صاحبي كان مشكلتنا سي صالح بقينا نبكيو على الأطلال. لا تقدم واحنا نبكيو على الأطلال. اسمعني، لا صاحبي مش نبكيو على الأطلال. حبيت نقول انه نذكر بها هذه، رانا كيما نجحنا قبل نجموا ننجحوا توا. اما شنو اراده توا تنجم نقولوا الاراده متوفر، الامكانيات يا صاحبي توا الامكانيات كبرت صاحبي. راهو فما حقيقه وضعنا فما حقيقة إمكانياتنا غير إمكانيات الأشقاء اللي نحكيو عليهم. يعني منتخب مبني بسياسة تناسب جودة اللعيبة اللي موجودة فانطلق، كل المعادلة مظبوطة، فكان لازم الإنجاز اللي يطلع إنجاز مظبوط بهذا الشكل. فكل التحية للمغرب، وحزين جدا على مستوى المنتخب المصري بصراحة، لأنه فريق سيء، منتخب سيء بكل المقاييس. مرحبا بكم مشاهدي الافاضل. اذا في ظل المستويات اللي كيقدمها المنتخب المغربي، وفي ظل الصخب والهرج اللي كيديروا الاعلاميين العرب سواء التوانسه والمصريين اللي كيشيدوا بالاداء ديال المنتخب المغربي وكيقولوا عنده امكانيات كبيره وكيرشحوه باش يفوز بكاس افريقيا للامم، عندي واحد التخوف كبير جدا شان جميع متتبعي الشان الرياضي بالمغرب، وهو ان المنتخب المغربي يجي ويظهر في كاس افريقيا للامم بمستوى مخجل ويتعثر امام منتخبات صغيره الحجم في كاس افريقيا امام الجمهور ديالنا وفي الارض ديالنا. والتخوف الكبير اللي كاين هو ان يجيب منتخب براني سواء كان افريقي او عربي، مصر او تونس او الجزائر، ويجي ويفوز بكاس افريقيا الامم في بلادنا ويطلع لنا في العماريه في بلادنا على ارضنا وامام جمهورنا، وهذا ما لا نقبله بتاتا، وهذا هو التخوف الكبير اللي كاين عندنا كمغاربه. بكل صراحه عندي واحد السؤال نتمنىكم تجاوبوني عليه وتعطيونا الراي ديالكم مشاهدي الافاضل. واش وليد الركراكي مخبي خطه ما بغاش يبينها الان في المقابلات الوديه وفي التصفيات، مخبي خطه غادي يظهرها في كاس افريقيا وغادي يبين واحد الاداء كبير جدا ويصدمنا به ويفوز نتيجه واداء؟ بكل صراحه وبكل امانه هذا الشيء اللي كنتمناو. ولكن اذا كان العكس غادي تكون واحد خيبه كبيره جدا، لان المستويات اللي كيقدمها المنتخب المغربي في المقابلات الاخيره لا تبشر بالخير ولا تبعث بالاطمئنان، خاصه وان هذه الفرصه الذهبيه الثمينه الكبيره اللي عندنا باش نفوزوا بكاس افريقيا التي غابت عنا منذ سنوات عديده ومديده. ما تنسوش دائما تدعمونا بالاعجاب والاشتراك في هذه القناه المتواضعه باش دائما نوصلكم من جديد. نحن على موعد مع كاس العرب وكاس افريقيا، سنواكب كل التفاصيل مقابله بمقابله. دائما دعمونا بالاعجاب والاشتراك. كان معكم عيسى قبوش من قناتكم المتواضعه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.